السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد فريد بنصور النهارده فيديو جديد. احنا موجودين فين؟ موجودين في كومباوند اسكان جامعة القاهرة. المجاورة دي شقة المهندس عمر عدلي ومهندسة أيتن. النهارده الحمد لله بنسلم الشقة، والنهارده معانا المهندس عمر والمهندسة أيتن، وحابين نعرف رأيهم، حابين نعرف عرفونا ازاي، رأيهم في الشغل، رأيهم في التجربة الطويلة. دايما رحلة التشطيب رحلة طويلة، فدايما بنحب نعرف رأي العميل بتاعنا، نعرف الحاجات اللي بسطته والحاجات اللي ضايقته. اتفضل بقى المايك مع حضرتك هندسه، قول اللي انت عايزه. ماشي. انا هبدا بس هقول بس انا عرفت الباشمهندس محمد فريد وشركه دريم منين. احنا كترشيحات الجيران كذا حد رشح بشركه دريم، باشمهندس محمد فريد، باشمهندس احمد، طاقم العمل كله. وغير كده يعني هم ما شاء الله يعني موجودين في كل حته في الكومباوند، شققهم معموله في كل حته، فكانت الافكار موجوده. اشمعنى اخترنا باشمهندس محمد فريد او شركه دريم عن اي حد؟ انا بلخصهم لثلاث اسباب. اي حد مثلا بيكون محتاج يدور على احلى كواليتي يعرف يطلعها واحسن منتج وبفاليو كويس، وفعلا باشمهندس فريد احسن حد بيديك كواليتي، ومش هتلاقي حد بيعرف يتنافس معاه في الاسعار، بيعرف يجيب منتج من اي حته بيساعدك في اي حته. تاني حاجه في السلاسه، لو احتجت تغير اي حاجه في الديزاين بعد لما اخلص، سهوله جدا في التغيير، الوصول ليه سهل جدا، هو وطاقم العمل الكبير جدا موجودين ناس كتيره متواجدين دايما في المشروع، في اي وقت بتحتاج مساعده سواء معاهم او غير كده هم متواجدين ومن احسن الناس، وبعتبر معاك ست اخ مش ربنا يخليك يا هندسه، ربنا يخليك. تالت حاجه بقى الخبره المهنيه والتقنيه، هو فعلا لو اي حد مهندس فاهم في السبيسيفيكيشنز والحاجات دي، هو عارف يعني ايه الزاويه والميول، ويلا يا جماعه نحسبها زي ما الكتاب قال، قطر الاسلاك، نرجع دايما للريفرنس بتاع الستاندرد، مفيش اي لعب خارجي ولا اي حاجه. فدي الحاجات اللي بتخليني اكون مبسوط ان انا اتعرفت على شركه دريم التسجيل. الحمد لله، ربنا يخليك يا هندسه. كلام كبير من حضرتك، وهي فعلا احنا كسبنا اخوات جداد. ودايما بنقول كده عيله دريم بتكبر، واحنا بنتبسط اكتر من لما نيجي نسلم شقه، باللي احنا نفضل علاقتنا مستمره بعد حتى انتهاء التشطيب كاصدقاء واخوات، وده شرف لينا وشرف لينا التعامل معاكم يعني. دي ايتن بقى معاك المايك لو حابه تقولي حاجه. بجد يعني انا كل اللي اقدر اقوله، ما اقدرش ازود كتير على الباشمهندس قاله، بس كنت كل ما بكلمه اقول له ملحوظه كده، دي مش عارف ايه، كل حاجه كان بيسمعني بجد وبيعمل لي كل اللي انا عايزاه. مهما عدت نفس الكومنت دايما يقول لي تحت امرك، اللي انت عايزاه هيحصل. ودي حاجه بتبقى مريحه قوي للستات، فبجد شكرا 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 من هنا لغايه كمان 1000 سنه. بجد تسلم ايدك يا باشمهندس. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.